الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الإحصائيات وجبنا كل الأرقام اللي احنا محتاجينها عشان خاطر الجولة ال21. دلوقتي بقى جه تنفيذ الكلام ده كله، أفعال لا أقوال. هنترجم الحلقة اللي فاتت دلوقتي بأسماء لعيبة، وكمان ردنا على كل استفساراتكم وأسئلتكم. النهاردة في الحلقة هتلاقوها أجوبة اللي كانت بقى نجيب مين من أرسنال، 3 بتوع نص الملعب محتارين نعمل دبل أب، طب نجيب مين، طب نمشي مين، اللعيبة بتاع برايتون نجيب مين منهم، نمشي مين، الميرون نخليه ولا نمشيه، توني ولا متروفيتش. كل ده إجاباته هتلاقيها معانا في الحلقه. بعد اذنك بس ما عليك غير ان انت تنزل دلوقتي حالا حط اللايك، اول مره تتفرج عليه اشترك معانا في القناه، تابعني على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك، ويلا بقى باين سريعا نبدا حلقتنا. نقطتين سريعا كده اقولهم لك قبل ما نبدا بقى في الكلام بالتفصيل عن الجوله 21، لان دول هيفرقوا معاك جدا وانت بتعمل التبديله بتاعتك. الاسبوع ال23 عندنا فيه دبل للسيتي وارسنال، ده مؤكد. الاسبوع ال25 بقى وارد جدا يكون فيه بلانك، وبلانك محترم، وده سببه هيكون ان لو نيوكاسل قدرت انها تعدي ساوثهامبتون واليونايتد قدرت انها تعدي نوتنجهام فورست والاثنين وصلوا للنهائي بتاع الكاراباو، فده هيتلعب يوم 26 فبراير اللي هو نفس توقيت الجوله ال25 اللي في الدوري. فكده معناته ان نيوكاسل واليونايتد هيبقوا بلانك، وبالتبعيه الفرقتين اللي هيلعبوهم اللي هو برينفورد وبرايتون هيبقوا بلانك. فانت بتتكلم عن 4 فرق، نيوكاسل مينيموم عندك منها من 2 ل 3، يونايتد عندك منها من 2 ل 3، برايتون بقى هيبقى عندنا بقى منها من 2 ل 3، وكمان برينفورد اكيد عندك منها من 2 ل 3. فهتبقى جوله بلانك صعبه جدا علينا. نبدا بقى مع اول معضله معانا واللي محيره الناس كلها، وهو الميرون. انا كنت قلت لك في بدايه الفانتزي السنه دي مختلف عن اي سنه. السنه دي اللعيب اللي بيتالق تجري تجيبه على طول، ما تستناهوش، لان هو هيديك شويه وبعدين عبال ما انت تبدا تقتنع بيه وتروح تجيبه هيقع منك، وده اللي حصل. الميرون خلاص جه فتره ان هو بقى ايه، البيك بتاعه خلص وبدا الكيرف ينزل، ده طبيعي جدا. فدلوقتي بقى خلاص عندك الميرون مريح، دي بروين مفيش، صلاح مريح، فودن بيلعب وما بيلعبش، ولو في الحالتين ما بيعملش بيطلع في الدقيقه 59. فمن الاخر اللوكشه اللي انا قلت لك عليها دي كلها لوكشه نص الملعب خلاص ما بقتش تاكل عيش، ومنهم زي ما قلنا صلاح ودي بروين اعلى 2 لعيبه في اللعبه. فلا مش هينفع بقى الموضوع ده، لازم نبدا نشوف بدايل ونعمل بلان بي بقى عشان نشوف احنا عايزين شويه نقط حلوين. من الاخر كده عندك خط الوسط في الفانتزي مكون من 5 لعيبه، 5 لعيبه دول تقسيمتهم هتكون كالاتي: 2 يكون نسبه ملكيتهم عاليه ومع اغلب الناس، فلو انت مشيت منهم حد هيعمل لك مشكله جدا وهينزلك جامد في الترتيب. والاثنين دول السنه دي او الوقت الحالي هم اللي موجودين، راشفورد ومارتينيلي. دول اكتر 2 في الوقت الحالي نسبه ملكيه، ما ينفعش ان انت تتغاضى عنهم او ما يكونوش في فرقتك عشان ما تقعش في الترتيب. يبقى احنا بنتكلم 2 من 5 راشفورد ومارتينيلي. الاثنين التانيين بقى يبقوا ديفرنشال شويه بس مش قوي، يعني انا بكلمك ان هم يبقوا اقل منهم في نسب الملكيه بس اداء قوي الفتره الحاليه وماتشات حلوه. وانا هنا بقى بكلمك على كذا اوبشن، بكلمك كمثال مثلا بكلمك على جريليتش، بكلمك على ميتوما وسولي مارش من برايتون، وبكلمك على اوديجارد كمان من ارسنال. دول دلوقتي توب فورم، وطبعا اكتر اللعيبه اللي الناس راحت اشتريتها في الفتره اللي فاتت. اللعيب الخامس بقى والاخير معانا في خط الوسط، ده اللعيب بقى اللي انت هتكون بتغامر بيه بقى، ده اللعيب اللي انت الجوكر بتاعك اللي بتفكر بقى ان انت تفرق بيه عن الناس على حسب ماتشاته. ولازم يكون برضو لعيب من ال3 اللي انا هكلمك عنهم دول، اللي هم بيلي او جيبس وايت او وورد براوس. ال3 نسبه ملكيتهم تقريبا اقل من 1%، نفس الشيء ماتشاتهم اللي جايه حلوه، وكمان لو قعدته دكه مش هتبقى زعلان. يعني من الاخر لعيب انت جايبه عشان لو اي موقف عندك لعيب ما لعبش بتاع ينزل لك هو مكانه مثلا كاحتياطي اول واحد، يقدر يجيب لك شويه نقط حلوه. انا ليه مهتم بالذات بخط الوسط؟ لان خط الوسط السنه دي في الفانتسي هو اكتر خط بيجيب نقط. فلو انت اهتميت بالشكل اللي انا طلعته لك ده واللي قلت لك عليه بالتقسيمه دي، صدقني انت خط الوسط بتاعك كل اسبوع هيبقى طالع لك باعلى معدل نقط. تعالى بقى اللعيبه اللي انا كلمتك عنها بقى، تعالى بقى ندخل بقى في مرحله الارقام. تعالى بقى كده هعرض لك دلوقتي مثلا اول 2 من برايتون، هكلمك على ميتوما وهكلمك على سولي مارش ونشوف اخبارهم ايه معانا. زي ما انت شايف كده بقى على الشاشه، زي ما احنا بنتكلم، عندك ميتوما وعندك مارش، الاثنين من برايتون. عندك ميتوما عنده 44 نقطة في آخر 4 ماتشات، يعني بمعدل 11 نقطة في الماتش. على الناحية التانية ميتوما عنده 23 نقطة، يعني بمعدل 5.75 في الماتش. مارش زي ما انت شايف جايب 4 تجوال واسيستين، يعني 6 مساهمات هجومية. ميتوما جايب 2 واسيست، يعني 3 مساهمات هجومية. يعني بص على الخريطة الحرارية، هتلاقي واحد ماسك الجبهة اليمين وواحد ماسك الجبهة الشمال. الاكسبكتد اسيست بالنسبة لسولي مارش اعلى من الاكسبكتد اسيست بتاع ميتوما، والارقام عندك تقدر تبص عليها. بالنسبة لماتشاتهم هتلاقي زي ما انت شايف تحت كده 7 ماتشات ليهم، 6 منهم ماتشات حلوة قوي. بتتكلم على ليستر
وبورنموث وكريستال بالاس وفولهام، والماتش الصعب شويه نيوكاسل، وبعدين يدخل ويست هام. يعني شويه ماتشاتهم حلوه جدا. النقطه بقى هنا هتيجي تقول لي هو سولي مارش اشمعنى دلوقتي ظهر، ولا ميتوما اشمعنى دلوقتي ظهر؟ انا فعلا سالت نفس السؤال ده ودورت عليه وعرفت اجابته. سولي مارش كان لحد الاسبوع ال17 ما كانش ليه اي مساهمات، تبص عليه خش على اكونت الفانتزي بص الريكورد بتاعه ولا حاجه، يمكن اسبوع واحد بس عمل فيه اسيست جاب فيه 5 نقط، غير كده لحد الاسبوع ال17 يعني من الاخر لحد قبل كاس العالم ولا اي حاجه في الناحيه الهجوميه. بعد كاس العالم على طول مع اختفاء ماك أليستر هنا حصلت التغييره اللي جت في صالحنا احنا بقى. ايه اللي حصل؟ ماك أليستر مش موجود، جروس نزل الملعب، سولي مارش اخد مكان جروس بقى. فاكرين لما كنا بنجيب لكم المقارنات ما بين جروس وتروسارد كان جروس دايما ماسك الجبهه اليمين، دلوقتي بقى هو مارش هو اللي ماسك الجبهه اليمين كلها زي ما انت هتشوف دلوقتي في الخريطه الحراريه. فمن ساعه ما مسك الحته اليمين من الاسبوع ال17 لحد وقتنا الحالي وانت شايف الارقام بتاعته عامله ازاي، مولع الدنيا نار. على الناحيه الثانيه بقى ميتوما برضو فجاه ظهر معانا، وده بسبب ان هو ما كانش بيبدا معاهم اساسي في ولا ماتش وياخد دقائق لعب كتيره الا من الاسبوع ال14. اول ما مسك في الفرصه من الاسبوع ال14 لحد الاسبوع ال20 14 15 بيجيب مساهمات وبيجيب نقط، ال16 ما لعبش ده الوحيد اللي طلع فيه صفر، 17 18 19 20 بيجيب نقط ومولع الدنيا، يعني ما بطلش. وهنا بقى نبدا اقلق شويه من ميتوما لان زي ما قلت لك فتره البيك بتاعته جت الله اعلم خلصت ولا هنلحق منها اخر حاجه فوق الله اعلم. كده انا جبت لك ارقامهم كلها وقلت لك الوضع بتاعهم عامل ايه. تقول لي طب ما تحيرنيش انا مش عايز اجيب الاثنين، انا يا دوب اجيب لي واحد منهم. هقول لك يا سيدي تجيب منهم ايه وبناء على ايه. انا بصيت على الماتشات الاربعه بتوعهم اللي جايين واللي هم ليستر كريستال بالاس فولهام بورنموث، الاربع ماتشات دول بصيت اكتر الهجمات اللي بتيجي عليهم من الناحيه اليمين ولا من الناحيه الشمال. 3 فرق من الاربعه اللي هم ليستر وبورنموث وفولهام، الثلاثه دول الجبهه الشمال بتاعتهم زي ما انت هتشوف دلوقتي على الارقام الجبهه الشمال بتاعتهم اضعف من الجبهه اليمين وبيجي منها هجمات اكتر. كريستال بالاس الوحيده اللي عندها اليمين هي اللي اقوى من الشمال اللي فيها ميتشل. فبالكلام ده وبالنظريات دي وبالارقام دي اقدر اقول لك ان الكفه بتميل شويه لسولي مارش اللي بيلعب يمين، لان زي ما قلت لك جبهاتهم الشمال ضعيفه، فاللي بيلعب عليهم يمين هو اللي يبقى اختيارك الصح. يعني هنا انا برجح لك سولي مارش على ميتوما بالورقه والقلم. هنيجي بقى بعد كده المفروض لنص الملعب بتاع ارسنال، بنتكلم على مارتينيلي وساكا واوديجارد. عشان ما بقاش ممل وبعيد نفسي تاني هعمل لك فوق في الاي الحلقه اللي كان فيها المقارنات بتاعتهم كلها، اطلع دوس عليها وهتقدر تشوف بالظبط. هجيب لك اللقطه بتاعت المقارنات بتاعت لعيبه ارسنال. وبما اننا بقى بنتكلم على ارسنال فاحنا عملنا شويه اكسرسايز حلوين كده، لان في ناس كانت بتسالنا عايزين نعمل دبل اب من ارسنال، ترشح لي مين من الثلاثه الاثنين اللي انا اقدر اجيبهم من ارسنال. فبص يا سيدي عندك مثلا مارتينيلي واوديجارد، الاثنين دول مشتركين في جونين، بمعنى ان مارتينيلي يدي اوديجارد يدي مارتينيلي، اشتركوا في جونين. على الناحيه الثانيه اوديجارد وساكا اشتركوا في 4 تجوان، ومارتينيلي وساكا اشتركوا في 3 تجوان. الملاحظ بقى من الحسبه دي ايه؟ ان اوديجارد مشترك مع مارتينيلي ومع ساكا الاثنين في 6 جوان، يعني اوديجارد هو تقريبا اكتر واحد تقدر تقول ان هو عامل مشترك ما بين الثلاث وينجات. يعني لو عايز تفكر في حته دبل اب لازم اوديجارد يكون واحد منهم، والشخص الثاني اللي انا برشحه لك نسبه ملكيته 47%، ما ينفعش ما يكونش غير مارتينيلي. ساكا نسبه ملكيته 20%، يعني حتى لو ما جبتوش وعمل حاجه مش هتتاثر جامد، غير لو مشيت مارتينيلي وجبت ساكا لا هتزعل جامد لو مارتينيلي عمل حاجه. كده اتكلمنا على لعيبه ارسنال واتكلمنا على لعيبه برايتون. تعالى بقى اخدك سريعا على اهم واحد دلوقتي نقدر ان احنا نركز عليه، ويعني شويه واحنا قلقانين بس اقل قلق فيهم هو جريليتش اخر 4 ماتشات 3 اسيستات وجون، تقريبا دي فتره البيك بتاع جريليتش. نسبه ملكيته 1.4%، سعره نقطه 6.8، واحد بيلعب في السيتي ممكن بقى بيبدا اساسي، ولو ما بداش اساسي بينزل ياخد شوط بينزل يخلص وبيعمل كل حاجه. فجريليتش بقى حاسم جدا على المرمى، لان هو دلوقتي يعتبر اكتر واحد بعد هالاند اقدر ارشحه لك، وانا شويه قلقان مش قوي لان مفيش حد عند الاقرع ما ينفعش تبقى قلقان وانت بترشحه. ندخل بقى بعد كده اللعيب اللي بعد كده من استون فيلا، وانا بكلمك هنا على بيلي اخر 4 ماتشات جايب 19 نقطه، وزي ما انت شايف كده سعره 4.5 مليون، نسبه امتلاكه 4%، جايب جول وعامل اسيست، اكسبكتد بوينتس بتاعته 17.5، يعني معدل في الماتش الواحد 4.5 نقطه. فيعني نقدر نقول الشوط بتاعه بيشوط 10 مرات في ال4 ماتشات، يعني لعيب مش سيء، خصوصا ان ماتشاتهم اللي جايه بنتكلم عندهم ساوثهامبتون وليستر، بعد كده عندهم سيتي وارسنال، بعد كده يرجعوا تاني عندهم ايفرتون وكريستال بالاس. تاني خلينا افكرك انا بكلمك على بيلي وورد براوس وجيبس وايت، الثلاثه اللي انا هعرضها ارقامهم دلوقتي
دول اللعيب اللي هو اللعيب الخامس اللي يكون عندك دكه، مش شرط يبدا اساسي. ماتشه حلو لعبه، ماتشه مش حلو ما تلعبوش. تاني لعيب بقى معانا هنتكلم عليه دلوقتي هو وورد براوز، اللي برضه هعرض لك دلوقتي الارقام بتاعته ونتكلم فيها مع بعض. وورد براوز بقى لعيب جامد جدا من سنين، واحنا عارفين وورد براوز وعارفين رجله مسطره ازاي على الجون، خصوصا في الضربات الثابته. قادر ان هو في الاخر 4 ماتشات يجيب 29 نقطه، رقم حلو جدا للعيب بيلعب فرقه زي ساوثهامبتون. خليني اقول لك ان انا بختار لك لعيب من فرقه اخر 7 ماتشات هم خسرانين منهم 6، بيلعبوا فرقه سهله، بيلعبوا فرقه صعبه، هو بيقدر يحنكش ويخلص الموضوع. جايب 4 تجوان في ال4 ماتشات اللي فاتوا، عنده اوبشنز كتير حلوه، بيقدر ان هو يلعب كورنر، بيعمل كرات الثابته كلها، بيعمل ضربات الجزاء. فاي حاجه من ساوثهامبتون هتكون ليها علاقه يا جون يا اسيست هيكون من وورد براوز. اللعيب بقى اللي بعد كده معانا هو لعيب اللي اتالق جامد جدا الماتش اللي فات. بكلمك هنا عن جيبس وايت من نوتنجهام فورست، جايب اخر 4 ماتشات جايب 15 نقطه، او بمعنى صح 3 ماتشات، لان هو ماتش الجوله ال17 هو ما لعبوش، بس قبل كاس العالم على طول الجوله ال16 كان لعب الماتش وجاب فيه 11 نقطه. فلعيب قوي، مش لعيب ان انت تعالى كده نبص سريعا على الارقام. اول حاجه سعره 5.5 مليون، نسبه ملكيته 0.3، يعني تقريبا ما حدش معاه الا 30-40 شخص هم اللي عندهم جيبس وايت في اللعبه. الاكسبكتد جولز بتاعته 0.4، قليل جدا. اكسبكتد بوينتس 14 نقطه في ال4 ماتشات، يعني بتتكلم معدل 4.75. ارقامه زي ما بقول لك مش هتلاقيها هي الارقام الملفته الفشيخه اللي تقول لي ايه ده انا لازم اروح اجيبه او ايه اللي انت جايبه لي ده. هي الارقام بتاعته ارقام لعيب نفس كاتيجوري اللعيبه اللي هو بريرا بتاع فولهام، بكلمك على جيبس وايت نوتنجهام، بكلمك على وورد براوز ساوثهامبتون، بكلمك على بيلي استون فيلا. دول كلهم اللعيبه اللي هو انت بتحطه على الدكه، مش شرط ان انت تلعبه اساسي، بس لو اتزنقت فيه واحتاجته ممكن تلاقيه وبيجيب لك شويه نقط حلوين. خلصنا خط الوسط، تعالى سريعا ندخل على المهاجمين. وانا هنا هبدا لك بمهاجم هتقول لي انت جرى لك حاجه في مخك، هقول لك اسمع للاخر. بكلمك على هافرز من تشيلسي. هافرز نسبه ملكيته 5.5%، يعني ديفرنشال. تعالى كده اوريك الارقام بتاعته ونحكم ونتكلم مع بعض واقول لك انا ليه جبت هافرز. مبدئيا كده سعره 7.8، سعره غالي تمام، انا متفق معاك. جايب في اخر 4 ماتشات 24 نقطه، يعني بمعدل في الماتش الواحد 6 نقط، بس طبعا هم كاتبين لك 4.8 لان هو يعتبروا 5 ماتشات، لان هم كان عندهم دبل الجوله اللي فاتت. قدر ان هو يجيب جونين ويعمل اسيست. الاكسبكتد بوينتس بتاعته في الماتش الواحد تقارب ال6 نقط. اللعيب ده خليني اقول لك ان هو احسن لعيب تقدر تقول هو اللي موجود في تشيلسي دلوقتي فايق الفتره دي، وهو كل حاجه في تشيلسي حاليا بتحصل بتكون عن طريق هافرز. خليني اقول لك كميه الصفقات المخيفه اللي عملها تشيلسي الفتره دي مفيش منهم ولا واحد مهاجم، وحتى اللي جه جواو فيليكس وتوظف فكره انه مهاجم اتطرد له، هيقعد 3 ماتشات ما بيلعبش. فنقدر نقول ان كل الصفقات دي كلها جايه تدعيمات لقدام، كلها هتخدم على هافرز. فبص من الاخر ريسكايه، ما بقولكش ان ده مهاجم تروح تجيبه، لان احنا بنتكلم في المهاجمين بنتكلم بقى على عتاوله، بنتكلم هالاند وكين حاجزين اماكنهم، ويتبقى المكان الثالث اللي بيكون يا اما ما بين توني يا اما مكان متروفيتش. وبما اني ذكرت لك توني ومتروفيتش، تعالى بقى عملت لك المقارنه اللي خلاص هتحسم الجدل ما بينهم، مين فيهم يكون المهاجم الثالث بتاعك. مبدئيا بقى كده المقارنه بتاعت الاثنين دول ما كانتش تنفع خالص على اخر 4 جولات، لانها كانت هتبقى ظالمه. توني كان مصاب، ومتروفيتش كان مطرود ومش موجود. فمن الاخر جبت لك مقارناتهم من اول السنه لحد النهارده. تعالى كده بقى نبص عليهم مع بعض. عندك توني جاب من اول السنه لحد دلوقتي جاب 13 جون و3 اسيستات وجايب 109 نقطه، ارقام مخيفه. على الناحيه الثانيه دبابه متروفيتش بقى جايب 11 جون و2 اسيست ب81 نقطه. الاثنين ارقامهم يعني تقدر تقول الاثنين هم احسن المهاجمين بعد هالاند وكين. كمان لما تبص على فرقهم برينفورد وفولهام، مش الفرق اللي هي تساعد اي مهاجم، يعني المهاجمين دول بيحفروا في الصخر بجد عشان يجيبوا الجول. من الارقام بقى اللي شفناها دي نطلع منها بايه؟ نطلع منها ان توني بيجيب نقط اكتر من متروفيتش، تمام؟ متروفيتش بيتلخص وبيتمركز وكل تواجده في الفرقه بيكون بس جوه ال 18. ده هتلاقيه واضح جدا في كميه التاتش ان بوكس وكميه الشوط اللي بيشوطها من الصندوق، على عكس توني اللي هتلاقيه بيلمس لمسات جوه منطقه الجزاء اقل، لان هو ساعات كتير بيروح على الجناح، بيروح دايما هو بيرمي على الوينج الشمال، يروح وممكن يعمل اسيست وممكن يستلم ويخترق. وطبعا فرق السن لصالح توني ان هو سنه طبعا اقل من متروفيتش بكتير، فبيبقى فرق ده عامل حركه ان هو يقدر ينزل يستلم ويطلع مع الفرقه، ما عندوش اي مشكله في ده. برضه برينفورد كفرقه بتقدر انها تدعم توني اكتر من
فولهام انها تدعم متروفيتش. يعني عندك توني بيخدم عليه ويزا، بيخدم عليه دا سيلفا، بيخدم عليه ينسن، بيخدم عليه موبيمو، كل دول بيخدموا عليه. الناحيه الثانيه بقى في فولهام مفيش، هو بريرا وويليان مؤخرا ابتدى يشتغل، غير كده مفيش حد يقدر يقول ان هو بيساعد متروفيتش، بالعكس متروفيتش هو اللي شايل الفرقه وماشي بيها. ماتشاتهم هتلاقيها زي ما انا كنت عارض لك في الصوره، هتلاقي ماتشاتهم موجوده الاثنين عندك. انا بشوف ان الروتيشن ما بينهم مش غلط، بس لو هتبقى محتار في ماتش الاثنين شايف ماتشاتهم الاثنين حلوه، لا رايي ان انت تروح مع توني، لان كمان البونص توني تقريبا بيطلع ببونص اكتر من متروفيتش، فاعتقد ان انت تقدر تروح مع توني ونحسم الجدل بقى اللي حصل ما بين الاثنين ده، ونقدر نقول ان توني هو يبقى المهاجم الثالث بتاعنا. وبما اني ذكرت لك برينفورد وقلت لك توني، فبرضه قبل ما اطلع من برينفورد ما انساش ان انا اقول لك لازم تكون معاك حاليا الفتره دي بقى، ابدا فكر في بن مي وفي رايا في الاثنين، يعني يبقى عندك 3 لعيبه من برينفورد، صدقني مش هتندم. الكلين شيت الفتره دي بالنسبه لهم حلو جدا، وماتشاتهم زي ما انت شايف كده ماتشاتهم حلوه قوي. نصيحة مهمة جدا ليك، الفرق اللي هقول لك اساميها دي دلوقتي ما تقربش ولا لعيب منها ولا حتى صدفة ولا تكمل بيه فرقتك. ليفربول، ايفرتون، ليستر، وست هام، بورنموث، كريستال بالاس، كل الفرقه دي ما تقربش منها، لان هي لا نافعه دفاع ولا نافعه هجوم. دفاع السيتي ابعد عنه خالص. احنا كنا بنروح نجيب كانسيلو ب7 وي ولا ب7 مليون عشان خاطر مساهماته الهجوميه، مش عشان خاطر كلين شيت. كنا بنبقى متعشمين في الكلين شيت مع المساهمات، بس عارفين ان الكلين شيت يقدر يروح من السيتي في اي طريقه كانت، لان هم ادرسون مش الحارس الفشيخ ولا هم دفاعهم القوي، وعندهم كمان اصابات كتير، فابعد عنه. عايز تفكر في حد في السيتي، انا رايي اضمن واحد حاليا اكي، غير كده ما تفكرش، وانا بستبعد ان انت تروح لحد من السيتي كمان. هعرض لك بقى دلوقتي على الشاشه، هعرض لك في كل مركز حراسه المرمى والدفاع وخط الوسط والهجوم، هعرض لك احسن اللعيبه بناء على النقط بتاعتهم في اخر 4 اسابيع، هعرضهم لك دلوقتي كلهم على الشاشه، بص عليهم وانت بقى وراحتك، اعمل بوز، خد سكرين شوت منها وخليها عندك، لانها هتنفعك جدا وانت بتعمل فرقتك. نيجي بقى على فقره نجم الجوله وخازوق الجوله، وخليني اقول لك نجم الجوله هيكون هالاند، وخازوق الجوله هيكون راشفورد، وحقكم عليا اللي عندكم راشفورد. نيجي بقى على الكابتنه المضمونه. الكابتنه المضمونه النهارده هتكون معانا 3 لعيبه، هيكون عندنا هالاند قدام وولفز، وهيكون عندنا راشفورد قدام ارسنال، وهيكون عندنا توني قدام ليدز. دول ال3 الكابتنه المضمونه. هتقول لي انت راشفورد قلت خازوق الجوله، هقول لك ده توقع الشخص، انما راشفورد ما اتحطش في الكابتنه المضمونه، يبقى انا كده بقول اي كلام. نيجي بقى على الكابتنه الريسكي اللي هتكون فيها 4 لعيبه كلهم يقدروا ينافسوا على ان هم يبقوا في الكابتنه المضمونه، بس انا حسيت ان هم في الريسك هيبقوا وضعهم احسن شويه، وانا هنا بكلمك على متروفيتش، بكلمك على اوديجارد، بكلمك على هاري كين، وبكلمك على سوليمان. نيجي بقى على الكابتنه المجنونه او الكابتنه الريسك، وهي فعلا هتلاقيها مجنونه لما هتسمع اسم اللعيب. انا هنا بكلمك على جونسون من نوتنغهام فورست قدام بورنموث، كابتنه اوت اوف ذا بوكس تماما. وبكده يا صاحبي نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى ان انت تكون استفدت، اديتك المعلومات اللي انت كنت عايزها، جاوبت على كل استفساراتكم، حسمت لك الجدل في كل المقارنات اللي كنا ما بين بقى دماغك مودياك لسولي مارش ولا ميتوما ولا اوديجارد ولا ساكا ولا مارتينيلي. اعتقد ان الموضوع دلوقتي بقى عندك ان انت تخش دلوقتي وتنفذ الكلام ده في فرقتك. عجبتك الحلقه استاذنك تحط لي اللايك، اول مره تتفرج علينا يا ريت يكون عجبناك وتشرفنا وتنورنا في القناه. ما تنسوش تابعونا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. وبكده اقدر اقول لكم سلام.